لما تطرق إليه جميع الإخوان، سواء السيد محمد الغيدوني ولا السيد القنصل السي الشرقاوي ولا جميع الإخوان ولا جميع الأعضاء، لا يبقى أمامي إلا أن أضيف كلمة قليلة وإنما هي متكررة، ويطلبوا لي السماحة لحقاش غير غادي نعاود داكشي اللي قالوا. في اليوم من الحماقة أن نتكلم على هذا عنصر من المغرب أو من الشمال أو من الشرق. الميزان أو المكيال الحقيقي الآن الذي سوف يتطرق وينظر إليه الإنسان هو ميزان العطاء. خصنا نكونوا برودكتيفوس، ننتجوا ونبينوا، وكل واحد باش غادي يفرض العمل يفرض الوجود ديالو بالعمل، ويكون الاندماج الانتغراسيون. نحاولوا نحيدوا ذاك الفرق، انا اسود انا اصفر انا اسبانيوني انا مغربي. الميزان باش كيتعبر الانسان هو الانتاجيه والاندماجيه والصلاح. اذا كان الانسان كيخدم من اجل الصلاح دائما فلا يفكر في العوامل الأخرى، فالطريق سيكون ميسر له والعطاء سيكون ميسر له. وإن شاء الله جميع الإخوان نكونوا ديما متحدين ومتضامنين مع الخوت ديالنا، لحقاش احنا كطرف صغير أو كفرع صغير من القنصلية. والقنصلية السيد الشرقاوي كما ضحى بالوقت ديالو وجاء لهنا، والسي محمد الغيدوني، هذا يدل على أن هناك اندماج وهناك تعايش قوي. ولهذا الله يجازيكم بخير، نستغلوا الفرصه اللي حضر معنا السيد القنصل الله يجازيه بخير، بارك الله فيك السي الشرقاوي، وكنعاودوا نشكروك بزاف، ونتمنى ان شاء الله ماشي تكون هذه الاولى ولا الاخرى، يكون ديما الاستمراريه، وان شاء الله باش نعطيو نخدموا احنا الخدامين ديالك ان شاء الله فيما يرضي الشعب ديالنا وفيما يرضي الامه جميعا ان شاء الله. لا بارك الله فيك، حاشا، بارك الله فيك.